معظمنا شغال بيحس بحاجات في ظهره او رقبته، هل في معدل خطر اللي هو حس بكذا فلازم يعمل حاجه تجاه الموضوع ده ولا ايه بالظبط؟ طيب خليني بس اقول على حاجه. يعني احنا عندنا سباين ديفيشنز موجوده في البني ادمين كلهم. عندنا 3 حاجات. كايفوسز ده اللي هو اللي بنسميه الاتب، اللي هو بيبقى الشخص عنده كيرف كده في ظهره من فوق. اوكي. في لوردوسس ده اللي هو بيبقى نفس الكيرف ده بس موجود في اللمبر تحت اللي جوه، بيبقى الشخص تحس ان هو وسطه ساقط لقدام كده. في بقى السكوليوسس ده بيبقى 3 دايمنشنال ابنورماليتي، يعني بيبقى السباين ميديو لاترال في اتجاه وانترو بوستيريور في اتجاه، يعني بيبقى واخد 3 دايمنشنال كده ايه ديفيشن. طيب اكتشفته ازاي؟ اكتشفته بالصدفه في الجيش. يعني انا عارف من زمان ان انا عندي مشكله في ظهري بس منفض. في الجيش ظهري في لقطه كده تعبني، رحت اللي هو الوحده بتاعت المركز التدريب دي عادي خالص. الدكتور اللي كان في الوحده دي عظام بالصدفه شافني، ايه ده انت ازاي انت دخلت الجيش ازاي اصلا؟ قلت له المفروض ما كنتش اخش، يعني انا دخلت الجيش وقعدت سنه وانا المفروض اصلا اخد اعفاء.